لو سألت أي مشجع عن الدوري المصري هيقولك إن دايما يا الأهلي يا الزمالك اللي بينافسوا على البطولة، بس في موسم 2009 الإسماعيلي غير الكلام ده لأنه كان هو المنافس الأول للأهلي طول الدوري، وكان معاه سكواد قوي ولاعيبة تقيلة زي عبد الله السعيد وشريف عبد الفضيل ومحمد حمص. ووقتها الدراويش كانوا عاملين أداء عالي قوي في الدوري وفضلوا متعادلين في النقط مع الأهلي لحد الجولة الأخيرة اللي الأهلي كان هيلاعب فيها طلائع الجيش والإسماعيلي هيلاعب الترسانة، وساعتها الإسماعيلي قدر يكسب الترسانة 3-0 وفضل مستني تعثر الأهلي قدام طلائع الجيش. وفعلا الدنيا كانت ماشية زي ما الدراويش وجماهيره عايزين، خصوصا لما طلائع الجيش قدروا انه يجيب جون في الاهلي في اول الشوط الثاني، بس بعدها ابو تريكه قدر يتعادل الاهلي في الدقيقه 65 في جون كان فيه جدل كبير قوي ساعتها. وبعد الجون الاهلي فضل ضاغط وضيع فرص كتير والماتش كان خلاص في طريقه للتعادل، بس في الوقت الضايع قدر احمد فتحي انه يجيب جون تاني عالمي عشان يرجع الدوري في الملعب بعد ما كان خلاص في طريقه للاسماعيليه. وده طبعا وسط صدمه كبيره من لعيبه الاسماعيلي اللي كان خلاص بينهم وبين الدوري خطوه واحده بس. ساعتها الاهلي والاسماعيلي لعبوا ماتش فيصل في اسكندريه، وقدر الاهلي يكسب 1-0 بجون فلافيو عشان يحقق الدوري الخامس ليه على التوالي ويضيع على الدراويش حلم الفوز بالدوري الرابع ليه، واللي من بعده الاسماعيلي ما نافسش تاني على الدوري وكمان ما خدش اي بطوله بعد الموسم ده.